السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده الفيديو مختلف شوية لان هتكلم مع حبايبي اللي داخلين اولى طب السويس، عارفكم بقى عن النظام وازاي تمشي السنة صح عشان تبقوا داخلين الكلية مطمنين عارفين السنة هتمشي ازاي ان شاء الله. مبدئيا قبل ما اكلمكم عن اي حاجة، الف مليون مبروك على الكلية، متأكدة ان انتوا وصلتوا لها وحققتوا حلمكم بعد مجهود كبير طول السنة. ان شاء الله السنة دي تبقى سنة ممتعة بالنسبة لكم وتستفيدوا فيها بمعلومات كتير وتبقوا في المستقبل القريب اشطر دكاترة ان شاء الله. اولا نظام طب بشري السويس، اول حاجة احنا بنمشي على نظام مديولات. يعني ايه مديول؟ المديول ده بيبقى عبارة عن شوية مواد بتدرسه في وقت معين وبتمتحن عليه كله كامتحان واحد، يعني مش مثلا بتمتحن كل مادة لوحدها، لا هو بيبقى امتحان واحد شامل المواد دي كلها. طب النظام الامتحانات ماشي ازاي؟ احنا بنمتحن بعد كل، يعني احنا بناخد المديول بعد كده بنمتحن عليه عملي وريتن، وفي اخر الترم بنمتحن على كل مديولات الترم امتحان ام سي كيو اللي هو اختياري. طيب ايه الريتن وايه الام سي كيو وايه العملي؟ يعني دي عباره عن ايه؟ الريتن ده بيبقى 5 اسئله بس، واحنا عندنا الريتن بتبقى 10% بس، نسبه بسيطه. بيبقى عباره عن 5 اسئله ريتن بتمتحنوا، والامتحان ده بصراحه بيبقى يعني امتحان خفيف كده وجميل. والعملي ده اللي هو بتمتحن على السكاشن، يعني هو مثلا بناخد سكاشن ومحاضرات، السكاشن دي نمتحن عليها العمل. طب احنا خدنا ايه في اول سنه، في سنه اولى؟ في اول السنه خالص خدنا اسبوعين بس كده اورينتيشن، ده كان اول مره يتطبق عندنا، كانت ميزه كبيره قوي ان احنا ما دخلناش على طول ايه اللي هو في اول مديول على طول، لا اخدنا الاول اساسيات كده في المواد علشان ما نبقاش داخلين على طول كمواد تقيله ونبقى لسه يعني خدنا خلفيه عن المواد. ده كان اسبوعين بس، وبعد زي ما قلنا بعد ما خلصناه امتحنا عملي وريتن، وبعد كده في اخر الترم امتحنا عليه ايه ام سي كيو. بعد كده الفاونديشن 1، فاونديشن 1 خدنا فيه 4 مواد. اول حاجه الاناتومي، بايوكيمستري وهيستولوجي وفسيولوجي. اول حاجه الاناتومي احنا بندرس العضو ده تشريحه ايه، اللي هو تركيبه ايه. طبعا احنا زي ما قلت ده جنرال، يعني حاجات مش بس بندرس على حاجه معينه، لا بندرس حاجات كتير. فاحنا ممكن مثلا في المديول ده، فاحنا مثلا في المديول ده خدنا معظم السيستمز، وحتى خدنا فيها بقى ايه كل سيستم كده معلومات بسيطه عنه، بيتكون من ايه، ده طولها ايه، ده بتبقى موجوده فين، وهكذا. بعد كده البايوكيمستري، دي اللي كده الكيمياء الحيويه، بندرس فيها الليبيدز والبروتين والكربوهيدرات والفيتامينز والانزيم. بعد كده الهيستولوجي، ده علم الانسجه، بندرس فيه تركيب النسيج وبيتكون من ايه بالظبط والخلايا وهكذا، وده بيخليه تعجب بقدرة الخالق ان سبحان الله ان خلايا بسيطة جدا وحاجات جوه الخلايا بتركيبات دقيقة جدا لا ترى بالعين بقى لها دور كبير قوي في الجسم. بعد كده بقى الفسيولوجي، الفسيولوجي يعني علم وظائف الاعضاء. علم وظائف الاعضاء يعني ايه؟ احنا بندرس بقى، يعني خلاص احنا مثلا خدنا في الاناتومي السيستم ده بندرسه كتركيب، في الفسيولوجي بقى بندرسه ازاي بيأدي وظيفته ده، ازاي بقى مثلا العضلات بتتحرك، ازاي العظام بتحافظ على شكل الجسم وهكذا. بنعرف الفانكشن عموما بتاع السيستم ده. ده كده اتكلمنا عن المحاضرات اللي كنا بناخدها في فاونديشن 1. طيب السكاشن برضو بنفس المواد ديت بناخدها في السكاشن، ولكن في مواد بتبقى نفس المحتوى في السكاشن، في مواد لا. احنا مثلا في الاناتومي احنا بناخد حاجات في المحاضرات وبرضو هي نفسها في السكاشن، يعني نفس المحتوى عموما. انما مثلا البايوكيمستري لا، كان السكاشن حاجات تانية غير المحاضرات، وعموما كانت الدنيا بسيطه، يعني مش حتى لو مش نفس الحاجه بس كانت الدنيا بسيطه في السكاشن، ودكاتره ما شاء الله متعاونين وشرحهم كويس يعني والدنيا سهله خالص. زائد بقى سكيل لاب، يعني مش بتبقى طبعا سكيل لاب ده مش كلام نظري ولا محاضرات، لا دي بتبقى بس في السكاشن، وبيبقى ليه امتحان لوحده اصلا اخر السنه. ده بيبقى عباره عن السكيلز اللي انت بتتعلمها اصلا، اللي هو مثلا قياس الضغط، ازاي تدي الحقن، ازاي تقيس التمبريتشر، ازاي تقيس النبض وهكذا. ودي ميزه جميله ان احنا من اول سنه بنتعلم الحاجات دي، فانت مثلا بتخرج من سنه بتطلع من سنه اولى تعرف تقيس الضغط، تعرف تدي حقن، فدي حاجه كويسه قوي، بتبقى سكيلز ليك كده جميله. لان احنا بنبقى خدنا الكلام ده عملي، يعني مش مثلا في كليات تانية بتاخده بس اللي هو كنظري وخلاص وبيمتحنوه امتحانات، لا احنا بناخده عملي وبنمتحنه عملي قدام الدكتوره بيقيمنا عليه، فانت بتطلع من سنه اولى عارف كل السكيلز دي، فتبقى ميزه جميله جدا. وغير كده كمان ان احنا في الترم الثاني نزلنا فيلد تريننج اللي هو وحده صحيه، يعني احنا نزلنا وحده صحيه وبتعاملنا مع المرضى وخدنا الهيستوري منهم، ودي برضو كانت حاجه جميله ان احنا بنتعامل مع مرضى من واحنا لسه في سنه اولى. واصلا اكتر ميزه حبيتها في طب السويس ان احنا كنا بنتعلم العملي من اول سنه، وهم بيهتموا بالعملي اصلا بكتير قوي عن النظري. احنا كده خلصنا خلاص فاونديشن 1، ده كانت المواد اللي هي النورمال، احنا خدنا التركيب الطبيعي الفانكشن الطبيعي وهكذا. نيجي بقى على فاونديشن 2، ده اللي هو الابنورمال، خدنا فيه الباثولوجي، الباراسيتولوجي، مايكروبيولوجي وفارماكولوجي.
اول حاجه الباثولوجي ده اللي هو علم الامراض. علم الامراض يعني ايه؟ احنا بندرس بقى الحاجه دي، المرض ده بيبقى موجود فين، إيه بسببه، ايه بيعمل ايه، يعني ده المرض عموما. احنا قلت اب نورمال يعني حاجات مش طبيعيه، الحاجات اللي هي بقى عكس الطبيعي اللي خدناها في فاونديشن 1 كنورمال بناخدها في فاونديشن 2 الاب نورمال. بعد كده الميكروبيولوجي ده علم الاحياء الدقيقه، بندرس الميكرو اورجانيزم وازاي ده بيضر الانسان. والباراسيتولوجي اللي هو علم الطفيليات، بندرس بقى الباراسايت اللي هو الطفيلي ازاي بيدخل للجسم، ازاي بيأثر عليه بقى وبيكمل دورة حياته، وكل حاجة ليها علاقة بالبارازايت ده بندرسها. اخر مادة اللي هي الفارماكولوجي ده اللي هي علم الادوية، بندرس بقى في المادة دي الادوية عموما، وخدنا فيها الجنرال وخدنا فيها برضو CNS. بس كده خلاص خلصنا مواد الترم الاول، وبرضو في مواد اللي هي لا تضاف امتحناها في الاخر اللي هو الانجليش والقضايا المجتمعية، كانت حاجة بسيطة جدا. الترم الثاني بقى بدأ بفاونديشن 3 وبعد كده الماسكولو سكيلتال. ففاونديشن 3 احنا بندرس فيه الابر لمب اللي هو الطرف العلوي، بندرس فيه ايه بقى العظام بالعضلات، وايه النيرف اللي بيروح يغذي العضله دي، وايه الفيزلز اللي بتروح تغذيها، وهو بيبقى اصلا طالع من انهي جزء من العضله ورايح فين. فهو هيبقى هو كمعلومات سهله تتعرف، ولكن كام كميه بيبقى تقيل شويه. فهو المديول ده بصراحه بيبقى عليه ضجه شويه، ولكن هو انت محتاج بس فيه ان انت يعني يكون في مراجعه، لو قدرت تراجع فانت راجع بس. فده عباره عن الفاونديشن 3. بعد كده الماسكولو سكيلتال نفس الكلام بالظبط والمحتويات بتاعه الابر ليمب، ولكن بيتكلم عن اللور ليمب برضو العظام والعضلات وايه النيرف اللي بيغذيها وهكذا. اخر مديول بقى معانا في السنه وهو الريسبيراتوري اللي هو الجهاز التنفسي، برضو خدنا فيه المواد اللي احنا قلناها وازاي بتكون من ايه وايه الوظائف بتاعته وايه الامراض اللي بتاثر فيه وهكذا. بس وده كل اللي انت محتاج تعرفه عن نظام المديولات وازاي بنمتحن امتى وايه المديولات اللي احنا خدناها في سنه اولى عموما. طبعا في الترم الثاني زي ما قلت في الاول ان احنا خدنا الفيلد تريننج اللي هو بننزل وحده صحيه، وطبعا ما كناش بننزل على طول، يعني كنا بننزل مثلا كل اسبوعين مره، ودي كانت حاجه كويسه قوي بالنسبه لنا ان احنا بنتعامل مع مرضى وبناخد منهم الهيستوري. يعني ايه هيستوري؟ الهيستوري ده اللي هو بناخد منه تاريخ مرضه، بنساله عن اسمه وسنه، عايش فين، بدا عنده الاعراض من امتى، جاي هنا يشتكي من ايه وهكذا. الفيلد تريننج ده امتحناه في اخر السنه هو والسكيل لاب، وبرده كان في ماده اللي هي الهيومن رايت حقوق الانسان امتحناها برده في اخر السنه. وطبعا يعني سكيل لاب والفيلد تريننج ده طبعا بتضاف، الا المواد بس اللي احنا اتكلمنا عنها اللي هي الانجليش والهيومن رايت والقضايا المجتمعيه هم دول اللي ما بيضافوش بس، ولكن باقي كله طبعا بتضاف للمجموع وليك تقديره وكل حاجه. بعد ما خلصت كلام عن نظام الكليه ذات نفسه وايه المديولات اللي بتمتحنها وهتاخد ايه في سنه اولى عموما، ندخل بقى على النظام الكليه والكتب والمذاكره وهكذا. مبدئيا احنا نظامنا السيلف ليرنينج اللي هو يعني احنا بنذاكر مع نفسنا، مش مثلا كتب. ايوه مفيش كتب، الكتب دي مش موجوده في الكليه، يعني مفيش كتب بقى مثلا كتب القسم وهكذا، لا احنا الكليه بتاعتنا معتمده على السيلف ليرنينج. الكلمه دي اعرفوها قوي لان احنا هنقولها كتير قوي طول السنه ديت. بتبقى عباره يعني طب يعني ايه سيلف ليرنينج اصلا؟ يعني ايه سيلف ليرنينج دي؟ سيلف ليرنينج ده اللي هو احنا بنذاكر احنا مع نفسنا، يعني احنا مثلا بنروح فيه طبعا شرح وكل حاجه في الكليه ودكاتره كويسين جدا، ولكن احنا لما بنيجي بقى كمذاكره مفيش كتب بنذاكر منها، احنا اللي بندور على المعلومه واحنا اللي بندور وهكذا. ولكن يعني بيساعدونا ان احنا مثلا بعد ما بنحضر المحاضره بينزل لنا الPDF دي بقى بتسهل لنا ان احنا نذاكر المعلومه وحتى نعرف بس التوبكس اللي الدكتور اتكلم عنه. ممكن بقى الدكاتره مثلا حد يبقى الPDF بتاعه كويس فتذاكر منه وخلاص، ممكن بس يبقى كاتب لك عناوين فماشي تدور على العناوين وهكذا. فده نظام المذاكره عموما. وطبعا في الاول الموضوع ده هيبقى صعب بالنسبه لك لان انت مش متعود على كده، انت في الثانوي كنت بتاخد الدرس بتروح تذاكر من الكتاب وكل حاجه موجوده معاك، انما في الكليه لا، انت هتروح هتلاقي نفسك انت اللي بتدور على المعلومه، انت اللي عايز تشوف المعلومه دي وتذاكر وتكتب وكده. فالموضوع هيبقى صعب في الاول ولكن هتتعود عادي خالص بعد كده. هو بس ممكن اول ترم او ممكن اول سنه كلها عادي، المهم ان انت تسعى للافضل ان انت تحاول تشوف طريقه مذاكره صح وطريقه تدوير للمعلومات صح. نيجي بقى على الدكاتره ذات نفسهم، الدكاتره هل هم شرحهم كويس؟ طب هل هم كويسين ولا برضو صعبين ولا كذا؟ بصراحه الدكاتره متعاونين جدا جدا معانا، كويسين جدا، بيساعدونا في كل حاجه، مش بقى اللي هم بعيد عننا ومش مش بيتواصلوا معانا، لا بالعكس، اي حاجه محتاجينها بيساعدونا فيها، بيساعدونا في الشرح. بصراحه الدكاتره عمرهم ما بخلوا علينا بحاجه، ولكن نصيحه من اول السنه كده خليكوا دفعه كويسه مش مشاغبه. احنا كنا دفعه مشاغبه للاسف، فكانت الدكاتره بتساعدنا وكل حاجه في الاول، ولكن هم قلبوا علينا لان احنا كنا مشاغبين، كنا نروح نشتكي ان الدكتور ده مش عارفه نتكلم ونعمل حوارات. ودي كانت الدفعه اصلا انا كنت متضايقه منها جدا طول السنه لان هي كانت بتقلب الدكاتره علينا، الدكاتره كويسين
ولكن هم اللي بيخلوهم يعملوا معانا كده. ولكن برضك مع كل ده هو كان في دكاتره برضك يعني ستيل كويسه معانا والحمد لله، ان هم مش ان هم بيقلبوا علينا بسرعه برضه. ولكن نصيحه، خليكم دفعه ملتزمه كده من الاول، ما تبقوش مشاغبين زينا. بالنسبه للحضور، احضر ولا لا؟ طب في غياب ولا لا؟ مبدئيا مفيش غياب في المحاضرات، ولكن في السكاشن برضه مفيش غياب، ولكن في نسبه غياب معين، وبعد كده لو تعدتها هتحرم من الامتحان. يعني ايه؟ يعني مثلا مسموح لك تغيب 4 سكاشن، لو غبت ال4 سكاشن دول وزودت عليهم كمان سكشن او 2، فانت كده هتتحرم من الامتحان، مش هتدخله، هتعيد تاني الامتحان في السمر. فانت تبقى عارف ايه عدد الغياب اللي مسموح لك وتغيبه بس، ما تزودش عليه. ولكن مفيش درجات انت تنقصها لو غبت، مفيش درجات خالص على الغياب، الدرجات بس على الامتحانات فقط. ولكن انت هتغيب بالعدد المسموح لك فقط في السكاشن، وبرضه في الفيلد تريننج والسكيل. وطبعا عدد الغياب المسموح ده بيبقى في كل مديول، يعني المديول ده مثلا مسموح لك ب4 سكاشن بس، فانت تغيبهم بس في المديول ده. المديول اللي بعده يبدا عد جديد ان انت تغيب عدد معين بس من السكاشن. الفيلد تريننج والسكيل لاب بيبقى هو اصلا يعني هو متواصل مع بعضه، مش بمديول يعني، فهو بيبقى مسموح لك بعدد معين طول الفتره اللي انت هتاخد فيها الاثنين دول. خلصنا كده السكاشن، نيجي على المحاضرات. المحاضرات زي ما قلت ما فيهاش غياب، ولكن انت تكون ذكي، يعني انت تحضر المحاضرات اللي انت بتستفيد منها. في دكاتره شرحهم كويس قوي، انت تروح تحضرهم انت، وانت مش اللي هو مش من اول مثلا لا انا مش هحضر، او لا انا هحضر كله. انت احضر كله من الاول، خد لك اول شهر او اول شهرين ان انت بتشوف الدكاتره لسه، روح احضر. وبالذات كمان مع اول كل مديول، يعني ممكن مثلا المديولات تختلف الدكاتره فيها، يعني ممكن المديول الاولاني يجي دكاتره، المديول الثاني يجي دكاتره ثانيه. فانت في اول كل مديول احضر على الاقل اسبوع. الدكتور اللي انت تفهم منه كمل معاه واحضر معاه، لان بصراحه صعب ان انت تلاقي المعلومات بالظبط اللي هو بيشرحها او اللي موجوده يعني في الداتا بتاعتنا بره، لان احنا كليتنا مختلفه شويه طبعا كمواد ومديولات نفس كل الطب، ولكن كمحتوى طبعا بتغير من كليه لكليه. فانت عشان تدور على المعلومه بتبقى صعبه عليك في الاول، فانت احضر في المحاضرات عادي اللي انت تفهم منها، واللي انت مش هتفهم منه بقى ابقى دور عليه. فانا زي ما بقول لك، احضر اول شويه، شوف الدكاتره اللي انت تفهم منها كمل معاه واحضر لها على طول. اللي انت لا حاسس ان انت بتروح تحضر وفي نفس الوقت بتروح تشوف فيديوهات على اليوتيوب وبرضه بتشوف تاني، خلاص ما تحضرش من الاول وروح شوف ايه الفيديوهات. ولكن زي ما بقول مش اللي هو من الاول تاخد قرار لا انا مش هحضر، احضر واستفاد من الدكاتره في دكاتره شرحها كويس قوي وكافي جدا. انا كنت في مواد ما بشوفهاش يوتيوب خالص، كنت بس بروح احضر المحاضرات، وكمان لو انا مثلا كنت مسافره او كده عشان الاغتراب وكده فكنت بسمع الريكوردات كمان بتاعه الدكتور. فاللي هو لا، في دكاتره كويسين قوي تستفاد منها، ما تضيعش الفرصه دي من ايدك وتقعد تتعب نفسك في التدوير. ما تقلقوش من نقطه الملفات وكده، انت هتطلعوا من المحاضره الليدرز هيبعتوا لكم على طول الملفات، دكاتره متعاونين يعني بيبعتوها على طول. فانتوا من الاول كده ما تراكموش، يعني خلاص الملفات بتنزل اول باول اهي، ذاكروها على طول، عشان انتوا لو راكمتم هتلاقي نفسكم في الاخر زنقتوا، لان قلت لكم المديول بمديول، فانتم لو قعدتوا تراكموا اللي هيجي على المديول اللي بعده وهكذا. فلا، خلي المديول بمديوله، يعني خلصوا المديول بمديوله، وحاولوا كمان لو في وقت تراجعوا بعد كده علشان يعني تبقوا نفسيتكم مرتاحه وتعرفوا تمشوا الدنيا صح. بصراحه انا غلطت الغلطه دي في الاول، ان انا ما كنتش مذاكره قوي في الاول، فراكمت شويه في الاول، بس الحمد لله قبل ما المديول الاولاني خلص كنت خلصت محاضراته كلها، وقبل الامتحانات كنت مخلصه. احنا بننزل كام مره في الاسبوع؟ مبدئيا احنا بننزل 3 ايام، يوم سكاشن بيبقى مثلا ممكن سكشنين 3 4، اقصى حاجه بيبقى 4 سكاشن، ويومين محاضرات. السكاشن كانت متقسمه ليومين، يوم الاحد ويوم الاربعاء. يوم الاحد اللي هو جروب A، ويوم الاربعاء جروب B. طبعا جروب A متقسم ل4، A1 A2 A3 A4 وهكذا برضو في B. انت بتنزل يا اما الحد يا اما الاربع سكاشن. يوم من الاثنين والثلاث كانت محاضرات بس، فالايام مش كتير، فانت تحاول بقى ايه تخلص حاجاتك اول باول، محاضراتك سكاشنك، وحاول برضو تذاكر السكاشن اول باول والمحاضرات عشان تبقى اخر المديول مخلص كله. وكمان لو في وقت تراجع فالمراجعه هتبقى حلوه قوي، عشان انت المعلومات كتير فتتنسى بسرعه، فانت لو لحقت تراجع وتنظم وقتك كويس بحيث ان انت اخر الاسبوع تلحق تراجع فده يبقى كويس قوي. طيب نصيحه مني بقى ازاي تذاكر كده في الكليه. مبدئيا انت عشان تذاكر كويس لازم زي ما قلت ما تراكمش. فانت هتيجي مثلا اول يوم سكاشن يوم الاحد مثلا، هتيجي يوم الاحد هتذاكر السكاشن اللي عليك، انت خلصت السكاشن مش بتاخد وقت خالص في المذاكره، بالذات كمان انت لسه جاي من السكشن، يعني انت لسه سامع الشرح، فانت هتيجي تذاكر على طول مش هياخد منك حاجه. يوم المحاضرات ممكن مثلا 3 محاضرات 4 محاضرات،
فانت ممكن تيجي المحاضره على طول، انت برضو سمعت شرحها، ممكن مثلا تكون حضرته كله، فانت تيجي يعني انت خلاص لسه سامع، فانت تيجي تذاكرها على طول. هتيجي تذاكرها، لو لحقت تخلصهم كلهم يبقى حلو قوي. لو لا هما كتير مثلا على اليوم فخلاص ماشي، ممكن تعمل 2 مثلا ولا حاجه. تالت يوم اللي هو يوم التلات مثلا هتيجي تذاكر برضو المحاضرات اللي انت خدتها، مش لازم كلها لان هي ممكن تاخد اكتر يعني 3 4 محاضرات، فممكن ما تلحقش تخلصهم كلهم عادي خالص. يوم الاربع تقوم راح مخلصه، هيبقى لك خميس جمعه سبت. طبعا احنا زي ما قلت لكم السيلف ليرنينج يوم الخميس بينزل ممكن مثلا محاضره محاضرتين سيلف ليرنينج انت بتذاكرهم مع نفسك، وبرضك بينزل لهم ملف من الدكتور عشان انت تبقى سهل عليك تعرف ايه التوبكس اللي عليك عشان تذاكرها. فانت يوم الخميس الحاجات اللي هي هتنزل سيلف ليرنينج انت ذاكرها، هيبقى معاك الجمعه والسبت، يومين هم ممكن تلحق تراجع فيهم اللي انت خدته. مشيت بالطريقه دي هتعرف تذاكر اول باول، مش هتراكم، وفي نفس الوقت هتراجع في اخر الاسبوع، فده حاجه كويسه قوي 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 مش كله بيعرف يعملها. فانت لو بدايه السنه عملت بالنظام ده وخليت يومين اخر الاسبوع تراجع فيهم هيبقى كويس قوي. او انت كمان ممكن تلحق تخلصهم كلهم في يوم واحد، لو هم مثلا لسه اصلا في دماغك انت لسه مذاكرهم الاسبوع ده، انت بتراجعهم ممكن بعدها بيوم او يومين بس، فالموضوع سهل ان انت تسترجع المعلومات. ويبقى يوم مثلا عندك بريك عادي خالص، فالموضوع هيبقى كويس وسهل، وهتبقى ماشي من الاول كده. وزي ما قلت لكم المعلومات في الاول بتبقى بسيطه، فهتلاقي نفسك ماشي واحده واحده تدريجيا من السهل للصعب، وهتبقى الدنيا لذيذه معاك. طبعا زي ما قلت لكم انت ازاي تستغلوا الكليه صح، ان انتوا تسمعوا للدكاتره اللي انتوا تفهموا منهم، والباقي اللي انت حاسس ان انت مش بتاخد منها اقصى استفاده ذاكرها من البيت على طول من اليوتيوب. طيب يعني ايه الدكاتره اللي انا افهم منها يوتيوب؟ انا عامله لكم فيديو هنزله لكم على اليوتيوب ان شاء الله عن احسن دكاتره في كل ماده، عشان لو في ماده معينه انت مش ظابطها تسمع الدكاتره دي وان شاء الله تبقى احسن فيها. في نصيحه برضو انا ما كنتش بصراحه بعمل بيها في سنه اولى، ولكن يعني احتمال كبير اعملها في تانية عشان حسيتها ان دي هتبقى احسن، ان انت تكتب. يعني انه مش طبعا مش هتكتب كل المحاضره، لا انت مثلا هتروح تحضر المحاضره، هتيجي من المحاضره برضو تسجلها، او في مكان كده يعني المحاضرات بتتسجل الليدرز وكده او ايا كان مين اللي بيسجلها، بس هي بتتسجل كده كده معظمها، غير لو الدكتور اصلا مش بيسمح ان هي تسجلها فتمام مش مشكله. فلو المحاضره بتتسجل عادي خلاص، فانت هتروح انت خلاص اصلا حضرتها، هتروح تسمعها تاني وتشوف البي دي اف معاك على التابلت او اللاب او ايا كان، تقوم رايح بقى ايه شايف ايه الحاجات النقط اللي الدكتور ركز عليها في الشرح، وكمان النقط المهمه انت اصلا بعد كده هتعرف يعني دي مهمه او دي مش مهمه، مع التكرار او مع الخبره بقى في المذاكره هتعرف ايه الحاجات المهمه وايه الحاجات اللي مش مهمه، او الحاجات التفاصيل الديتيلز اللي هي مش محتاجه يعني انت اصلا عارفها مش محتاج ان انت تكتبها. تلخص، اعمل كشكول تلخص كل ماده مثلا كام صفحه كده، تلخص فيهم الماده. ليه بقى؟ يعني انت عشان تيجي تراجع قبل الامتحان الملفات بتبقى قد كده، يعني الملفات بقى كذا، كل ماده فيها كذا ملف وهكذا، فانت اصلا هتلاقي نفسك تايه بين الملفات، وبالاخص مفيش كتاب زي ما قلنا، فانت ممكن تتوه اكتر. فانت لما تعمل لنفسك كشكول واحد، وزي ما قلت مش بتكتب كل حاجه، يعني انا مش بقول لك ان انت تنقل الملف كوبي بيست في الكشكول، لا طبعا انت هتكتب النقط الرئيسيه، الحاجات اللي انت الحاجات المهمه، عارف ان هي النقط المهمه اللي هي بتيجي بقى في الامتحانات. هتعرف ازاي ان هي نقط مهمه؟ انت بتسمع الشرح هتعرف ان الدكتور بيركز على دي، وانت اصلا تيجي تقرا مثلا ممكن يكون في تعريف مثلا، ممكن في كلام زياده نفس المعنى، فاهمين قصدي؟ يعني في حاجات انت بخبرتك او مع مرور الوقت كده هتعرف ان ديت اصلا حاجات مش مهمه، يعني انت اصلا ممكن تكون عارفها من غير ما تكتبها، فاهمين قصدي؟ يعني ممكن مثلا هي معروفه تبقى مكتوبه ولكن انت عارفها، فليه تكتبها؟ يعني اكتب الحاجات اللي هي جديده عليك، او اكتب الحاجات اللي هي المعلومات الاساسيه ولخصها. زي ما قلت ما تكتبش كل حاجه، لو كتبت كل حاجه يبقى انت كده بتكتب نفس الكلام في الكشكول، فانت ما عملتش حاجه، خليك على الملف احسن. ليه بقى تقعد تكتب بس؟ فديت بصراحه يعني هي طريقه حلوه واتمنى يعني امشي عليها انا كمان. دلوقتي في نقطه، الكميه بتخليها تتوه في بعض. انت مثلا بتاخد كذا ماده والماده فيها كذا محاضره، فانت عشان تيجي مثلا في اخر الترم عشان تراجع بقى المديول كله هتلاقي نفسك المعلومات حرفيا ساحت في بعض، فانت عايز تسترجع المعلومات دي لما تكون ملخصها بطريقه كويسه وشيك كده في كشكول، عشان تيجي بقى تراجعها في الاخر وتكون كلها موجوده في مكان واحد، وكمان مش كلام كتير يعني الكلام المهم بس، فهتلاقي نفسك بتراجع بسرعه قوي. هي مره هتعمل كده، هي ممكن تاخد معاك وقت في الاول، ولكن عشان تيجي تراجع هتبقى سهله بالنسبه لك، وهتيجي تراجع اصلا مش تاخد منك 5 دقايق المحاضره، بدل ما هو بي دي اف مثلا 100 سلايد، لا ممكن يبقى صفحتين 3، فدي هتبقى حاجه كويسه. وبرده الحاجات اللي فيها صور تركز عليها، يعني انت مثلا مش اللي هو هتكتب معلومات وخلاص، لا لو مثلا في صور تبقى تحط اللي هو ملاحظه، يعني مثلا كده جنب المعلومه ان هي تبقى تروح تشوف الصوره بتاعتها،
عشان دي برضو بتثبت المعلومه، في حاجات بتثبت معلومه بالصور اكتر من معلومه. وبس كده، اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو وعرفتوا ازاي تمشوا في الكليه صح وتبداوها صح من اول السنه وتذاكروا ازاي. لو انت استفدت من الفيديو متنساش تعمل لايك واشتراك في القناه، ولو تعرف حد داخل طب السويس ابعت له الفيديو ده يمكن يستفاد. ومع السلامه.